فاكره كواليس يوم النتيجه وجبتي فيها كام؟ المفروض كانوا قالوا هتطلع العصر، انا طبعا ما نمتش، قعدت اصلي كل حاجه ممكن تتوقعها في حياتك. جت العصر قالوا السيستم وقع. هو انا اهلي كانوا مش من الطيب الموتر، ساعتها قالوا ان النتيجه هتظهر بالليل، فانا قلت خلاص بقى احنا هنفطر والدنيا هتبقى تمام، وانا بحاول اهدي نفسي يعني. كده قعدوا يقولوا لا ده هي ممكن تظهر قبل الفطار بساعه. بجد اول ما قال الله اكبر لقيت ان بيقولوا يا جماعه على الفيسبوك النتيجه ظهرت، والناس تقول يا رب استغفر الله العظيم، والناس تقول الحمد لله. طب انا انهي واحده بقى؟ وقتها كانت اختي قاعده جنبي وقال لهم محدش قرب مني، ما كانش معايا غير اختي الكبيره. قالت لي طب احنا هنفتح نبص على النتيجه لوحدنا ولسه هنقرر هنعمل ايه هناك. فتحنا الويب سايت، حصل بقى زي ما انا قلت لك كده، لقيت النتيجه طلعت 93.7. طبعا انا عيطت، انا كنت متوقعه ان انا هجيب بالمذاكره دي 99 مثلا، لان انا كنت حله كويس جدا. هي بتعمل ريفريش برضه علشان تهديني انه طب استني نبص، قلت 1%. فاحنا مش فاهمين ده ايه وكان ليه، بس الوزاره طلعت اعتذرت عن اللي حصل. انا اللي جبتها للاسف جبت 65%. والله كنت مستنيه حاجه تانية خالص، كنت عايزه اخش فنون جميله ما ينفعش، فدخلت اثار في جامعه ماستر. اتضايقوا جدا، ما كانوش متوقعين كده خالص. انا كبيره بقى واول واحده ثانويه عامه وكده، فخيبت املهم بصراحه. كنت بره اصلا، ما كنتش في البيت، وعرفت ان نتيجه الثانويه العامه طلعت، ففضلت حابسه نفسي علشان اعرف النتيجه قبل ما اطلع اقولها لهم. يا دوب انا عرفتها وعباره عن عياط بقى، عياط في البيت كله. انا كنت راسمه ان انا هجيب درجه كويسه قوي قوي قوي، وللاسف ده ما حصلش. انا كنت مقفله تقريبا في المواد كلها ما عدا الفرنساوي. انا جبت 101%. كان على ايامنا في درجات بونص كده بناخدها، مواد زياده بنمتحنها، فانا جبت 101%. وكنت عارفه النتيجه، رحت المدرسه، رد فعل بابا دايما بيقول لي لا ما طلعتيش ليه من الاول على الجمهوريه. دي كانت حاجه صادمه شويه بالنسبه لي. ماما طبعا كانت فرحانه جدا، العيله كلها كانوا مبسوطين قوي، لان انا كنت يعتبر اكبر حفيده في العيله، فكانوا مبسوطين قوي بخبر الثانويه العامه بتاعي. رضا تام، وانا نفس الفكره، ايا كان ايه هو المجموع احنا فرحانين بيكي وسو براود فيو، وما عندناش اي مشكله. احنا شفنا بعينينا قد ايه انت تعبتي وقفلت على نفسك بالشهور باب اوضتك كده، وما فيش. انا فعلا فاكره الفتره دي ما كنتش بشوف حد، يعني كل اللي كنت بشوفه مثلا لو بيدخلي طبق الغداء او بيشيلوه، او انا بدخل مثلا اتوضى عشان اصلي. 94 بس ده بالسعودي. طبعا لما جيت هنا مصر النسبه قلت شويه، كان 91.4. وحتى بابايا مامتي كلهم فرحوا بيا جدا وعملوا لي سيلبريشن. جبت 96.5%. بابا جابها لي قبل ما تطلع، كان جايبها لي الساعه 12 بس. لا فرحوا يعني، فاهم، احنا في اليوم ده احنا فرحنا فيه. ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاح